توقف واحد شويه. الا كنتي كتشوف هذا الفيديو راه ممكن تكون كتشوف اخر فرصه ليك باش تفهم شنو كاين وشنو غادي يوقع في العالم. والا فاتك هذا الشيء دابا ممكن غادي تبقى غير كتفرج على الناس الاخرين اللي كيبنيو المستقبل ديالهم وانت واقف في البلاصه ديالك. تخيل معايا واحد اللحظه في واحد النهار قريب كتفيق الصباح كتفتح الحاسوب ديالك وكتلقى ان واحد اللي اسمه الذكاء الاصطناعي كيقدر يدير خدمتك اسرع منك، ارخص منك وبلا ما يعيا. هاد الشيء راه ماشي فيلم، ماشي خيال علمي، هاد الشيء اللي كيتصاوب دابا. والسؤال اللي خاصك تسول راسك هو واش انت من الناس اللي غادي يستعملوا هاد القوه ولا من الناس اللي غادي تستبدلهم الذكاء الاصطناعي. حيت الحقيقه اللي ما كيهضر لك عليها حتى واحد هي ان راه الذكاء الاصطناعي ما جاش يساعد الناس كاملين بنفس الطريقه، ولكن جا باش يفرق بين الناس اللي كيتعلموا بسرعه والناس اللي باقيين عايشين بنفس العقليه القديمه. ايوا اجي ركز دابا معايا مزيان، حيت في هذا الفيديو ما غاديش نهضر معاك على الاي اي، ولكن غادي نوريك كيفاش الناجحين دابا كيبنيو حياتهم كامله باستعمال الاي اي، وكيفاش حتى واحد عادي يقدر يحول حياته من الصفر الى دخل حقيقي اذا فهم الفكره كامله وفهم الطريقه الصحيحه ديال الخدمه. ولكن خاصك تبقى معايا حتى النهايه، حيت في النهايه غادي نفك لك واحد السر اللي الا فهمتيه مزيان غادي تبدل الطريقه اللي كتشوف بها الخدمه والفلوس وحتى المستقبل كامل. دابا خلينا ندخلوا للعمق شويه باش تفهم مزيان شنو واقع دابا. خاصك تمحي من راسك ديك الفكره ديال ان الذكاء الاصطناعي ما بقاش غير اداه ديال انه كيساعد فقط، راه ولا بحال لعب جديد داخل السوق وكيغير قوانين ديال اللعبه كامله. تخيل معايا واحد شركه صغيره فيها غير شخص واحد ولكن كيستعمل الاي اي. هاد الشخص يقدر يدير تصميم بحال ديال الوكاله كامله، كيقدر كذلك يدير فيديوهات احترافيه بلا ما يصور، نصوص تسويقيه بحال ديال الخبراء، وحتى مشاريع كامله كتخدم بوحديتها. وفي نفس الوقت كاينين شركات كبيره فيها موظفين بزاف وكذلك خبرات سنين ولكن مازالين خدامين بالطريقه القديمه. هنا شنو كيوقع؟ النتيجه صادمه. الشخص اللي كيبدا يسبقهم بسرعه ماشي حيت هو اذكى ولكن حيت هو اسرع في استعمال الادوات الجديده. ودابا بغيتك توقف معايا شويه وتفكر مزيان. الا كان عندك نفس الوقت ديال اي واحد اخر ونفس الفرصه ولكن واحد كيستعمل الاي اي وواحد لا، شكون غادي يربح في الاخير؟ الاجابه راه باينه وواضحه، ولكن المشكل ماشي هنا. المشكل الحقيقي هو ان بزاف ديال الناس باقي ما فهموش ان اللعبه راه تبدلات، باقي كيتعاملوا مع المستقبل بعقليه الماضي، باقي كيقلبوا وكيقولوا غادي نشوفوا من بعد. كذلك كيقولوا من بعد ان شاء الله نتعلموا حتى لشي وقت اخر ونتعلم، دابا ما عنديش الوقت. ولكن في الحقيقه راه الحقيقه هي الوقت اللي كيتسناوه هو بالضبط اللي كيخلي الناس الاخرين انهم يتقدموا عليهم ويزيدوا القدام ويفوتوهم بزاف د الحوايج. واجي معايا دابا غادي نكشف لك واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. الناجحين اللي كتشوفوهم كيبنيو المستقبل ديالهم فجاه وكيربحوا وكيبنيو البيزنس ديالهم وكيديروا محتوى كيدخلوا فلوس صحيحه، راه ماشي حيت عندهم سر سحري ولكن حيت فهموا قاعده وحده، هو ان الذكاء الاصطناعي ما كيبدلش الناس ولكن كيضعف مع الناس اللي ما كيعرفوش انهم يستعملوه. يعني اذا كنتي انت منظم راه كيعاونك تولي اسرع، وكذلك اذا كانت عندك فكره كيعاونك تولي منتج اكثر، واذا كنتي باغي تبدل حياتك من الصفر وتبدا من الصفر كيعطيك فرصه باش انك تطور راسك للاحسن في المستقبل. ولكن اذا ما عندك حتى فكره وما كتحركش حتى هو ما غاديش يصنع لك النجاح بوحديته. هنا كيبان الفرق الكبير. الناجحين ما بقاش كيعتمدوا على الوقت ولكن كيعتمدوا على الادوات، والاي اي دابا هو اقوى اداه في هذا الجيل اللي كاين. ودابا وصلنا لواحد اللحظه اللي مهمه بزاف، حيت يمكن دابا تقول مزيان ولكن منين غادي نبدا؟ وهذا السؤال هو اللي كيسولوه 90% من الناس،
ولكن غير 10% اللي كيتحركوا فعلا. الحقيقه هي ان البدايه ماشي معقده، ولكن خاصها قرار. خاصك توقف وتشوف راسك كيف انت، وكذلك تشوف كيفاش غادي تبدا وكيفاش غادي تولي من بعد ما تبدا، حيت الذكاء الاصطناعي ما غاديش يعطيك النجاح مباشره، ولكن كيعطيك فرصه باش انك تبني حياتك بسرعه وتدخل مداخل اللي كبيره ومداخل اللي كثيره بطريقه اسرع. دابا خليني نقول لك اخر حاجه، المستقبل ما غاديش ينتظرك وما كينتظر حتى واحد. كل يوم كيدوز كيتزاد فرق جديد بين الناس اللي كيتعاملوا مع الاي اي وكيتعلموا وكيطوروا من راسهم، واللي كيبقاو واقفين في بلاصتهم. اما تكون من الناس اللي كيبداو دابا، ولا تكون من الناس اللي غادي يشوفوا الاخرين كيتقدموا عليهم وكيقولوا كانت عنده فرصه وكان عنده حظ وداك الشيء باش قدر انه ينجح. القرار ديالك دابا، راه ماشي حتى الغدا. دابا يمكن كتسول راسك مزيان، فهمت الفكره، ولكن كيفاش غادي نبدا فعليا؟ وخلي نكون معك واضح من البدايه. اكبر خطا كيديروه بزاف ديال الناس هو انهم كيبغيو بدايه تكون مثاليه، كيبغيو يفهموا كل شيء قبل ما يتحركوا. ولكن الذكاء الاصطناعي راه ما كيتعاملش بالتفكير فقط، كيتعامل بالفعل. يعني ما تحتاج تكون خبير، ما تحتاج تكون مبرمج، كذلك يعني ما تحتاج تكون شي واحد واعر باش انك تقدر تبدا. كل اللي خاصك هو انك تبدا تستعمله. اليوم كاينين ادوات بسيطه بزاف، مثلا كتكتب فكره كيعطيك نص، كتقدر تعطيه موضوع كيصاوب لك فيديو، كتقدر تعطيه مشكله كيعطيك حلول. يعني دابا حتى واحد عادي يقدر انه يبدا يصنع محتوى، خدمات، او حتى مشروع صغير من دارو. ولكن السر ماشي في الاداه، راه السر في شنو غادي دير بها. ايوا اجي دابا ركز معايا مزيان. كاينين جوج ديال الانواع ديال الناس في هذه المرحله. النوع الاول هو اللي كيشوف الاي اي وكيقول مزيان ولكن ما عنديش وقت دابا، وكيبقى يأجل. والنوع الثاني كيقول غادي نجرب ولو نفشل غادي نزيد نكمل، وكيبدا من النهار ديالو الاول كيجرب ويعاود يجرب ويزيد يتحرك، ومن بعد شهرين فقط كتلقى عنده واحد الفرق كبير بزاف. النوع الاول باقي غير كيتفرج، والنوع الثاني بدا كيبني مهارات، دخل وحتى تجربه. وهنا كيبان قانون بسيط بزاف، اللي كيبدا الاول وهو اللي كيعرف، ماشي اللي كيعرف كتر، ولكن هو اللي كيبغي يربح كتر. خليني نقول لك واحد الحاجه ونكون معاك صريح، الذكاء الاصطناعي غادي يخلي بعض الوظائف تختفي نهائيا، ما تبقاش، ماشي غدا ولكن في اقرب وقت. ولكن في نفس الوقت غادي يخلق فرص جديده اكثر من اللي كان قبل. المشكل هو ان الناس اللي غادي يستافدوا من هذه الفرص الجديده هما الناس اللي بداو من دابا كيتعلموا كيفاش يخدموا بالذكاء الاصطناعي. اما الناس اللي غادي ما يقدروش انهم يكملوا معنا، الناس اللي كيتاخروا واللي كيتاجلوا من بعد غادي يبقاو غير كيشوفوا وما كيربحوا حتى شي حاجه. الناس الناجحين راه ما كيسولوش واش صعيب، ولكن كيسولوا كيفاش ندير ليها باش نقدر انني نخدم. كيفكروا في الوقت، وكذلك كيفكروا في انهم خاصهم يطوروا راسهم. ماشي كل شيء اولا كل حاجه كتمشي وكتجي في كل دقيقه، ولكن راه كيتعلموا حاجه جديده اللي كتقربهم لنتيجه اكبر. وهنا السر الحقيقي. النجاح في 2026 ما بقاش مرتبط بالمجهود فقط، ولكن ولا مرتبط بسرعه التعلم، ادوات، كذلك حتى التنفيذ. دابا وصلنا للنقطه الاخيره، ويمكن دابا عندك جوج اختيارات: اما تقول مزيان في الفيديو التحفيزي وخلاص، او لا تقول غادي نبدا اليوم قبل غدا. وهذا القرار الصغير هو اللي غادي يحدد لك فين غادي تكون من هنا عام ان شاء الله، حيت العالم ما غاديش يتوقف باش ينتظرك، ولكن غادي يكمل ويخلي غير اللي الناس اللي تحركوا هما اللي غادي يكونوا معاه. والسؤال الاخير اللي خاصك تسول راسك دابا هو: واش غادي تكون من الناس اللي كيصنعوا التغيير، ولا من الناس اللي غير كيتفرجوا في التغيير فقط؟ الى وصلتي حتى لهنا في الفيديو راه باين انك من الناس اللي كيبغيو يفهموا ويطوروا من راسهم. اكتب لي في التعليقات شنو اكثر حاجه شداتك في الفيديو، وما تنساش دير لايك وتشترك في القناه، حيت هنا كنحاولوا نبنيو عقليه النجاح خطوه بخطوه مع بعضنا.